مجلس النواب يحذر ويحدد شهر نيسان موعدا لإقرار الموازنة، والبرلمان يعلن العودة إلى الدائرة الواحدة في انتخابات مجالس المحافظات، ورئيس هيئة النزاهة يعلن استرداد الأموال المسروقة منذ عهد النظام البائد. السلام عليكم، تحية طيبة إلى جميع المتابعين. لنبدأ بأبرز الأخبار لهذا اليوم. وحذرت اللجنة المالية النيابية من تأخر إرسال الموازنة إلى مجلس النواب العراقي، فيما أكدت وجوب إرسالها قبل منتصف السنة. وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجا في حديث صحفي له أن مجلس النواب ينتظر وصول الموازنة من مجلس الوزراء، ولا علاقة للمجلس بتأخيرها، كون إعداد الموازنة من مسؤولية الجهاز التنفيذي، أما تشريعها وإقرارها فهو عائد لمجلس النواب العراقي. وأضاف أن مجلس النواب ينتظر وصول الموازنة، وليس هناك أي معوقات تمنع إقرارها فوصولها، مشيرا إلى أن البرلمان ليس من صلاحيات اتخاذ أي موقف من تأخر الموازنة لأن الحكومة المسؤولة عنها. وأشار كوجا إلى أن الموازنة يجب أن تقرر قبل بداية الشهر الرابع، وليس لدينا أي إجراءات أخرى. وفي خبر آخر، كشفت اللجنة القانونية النيابية اليوم الأحد عن وجود توافق نيابي لإجراء انتخابات مجالس المحافظات وفقا للقانون النافذ ل 2018، فيما أشارت أن مجالس المحافظات يعتمد الدائرة الواحدة. وقال عضو اللجنة رائد المالكي في تصريح صحفي له أن الانتخابات مجالس المحافظات سيتم إجراءها وفقا لقانون 12 لسنة 2018 الدائرة الواحدة، وليس على شكل دوائر متعددة والانتخابات فردية. وأوضح أن الدوائر المتعددة والانتخاب الفردي وهو فقط في انتخابات مجالس النواب، مشير إلى أن هناك رغبة سياسية بأن يكون قانون انتخابات مجالس المحافظات وفقا لنظام سانت ليغو. وأضاف أن القانون سيبقى دائرة الواحدة للمحافظات، ولا توجد تجزئة للدوائر أو الاعتماد على آلية الدوائر المتعددة، لافتا إلى أن هناك توجه لدى القوى السياسية نحو رفع نسبة آلية سانت ليغو باحتساب الأصوات من 1.7 إلى 1.9. وفي خبر آخر، استقبل رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الأحد في قصر بغداد رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون. وجاء خلال اللقاء بحث تطور عمل الهيئة بما يخدم تطبيق القانون، حيث أشار الرئيس إلى دور المهم للهيئة في الكشف عن الفساد ومكافحته. وبهذا الصدد أوضح فخامتها أهمية العمل على ثقافة جدية للتنبيه من مخاطر الفساد وتأثيره على اقتصاد البلاد وحياة المجتمع، وهذا ما يتطلب الدعم من قبل الجميع وخصوصا الإعلام، كما يتطلب التفكير جديا بتكريس ثقافة مكافحة الفساد بمختلف أشكاله. وأكد رئيس الجمهورية أهمية تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين هيئة النزاهة وباقي مؤسسات الدولة ذات العلاقة تحقيقا للنزاهة والشفافية في عملها، فيما أكد دعم فخامته لجهود الهيئة في تطبيق السليم للمبادئ التي أقرها الدستور والقانون المختص لضمان حفظ الأموال العام وغلق منافذ الفساد. ومن جانبها أشاد القاضي حيدر حنون بدعم رئيس الجمهورية لعمل الهيئة، مشيرا إلى الصعوبات التي تعيق عملهم والسبل الكفيلة برفع مستوى أدائهم بما يخدم ترسيخ القانون في البلاد وتأمين مصالح المجتمع. وبين أن النزاهة استطاعت خلال هذه الفترة استرداد أموال كبيرة تعود لزمن النظام السابق، أضافت إلى معالجة الكثير من ملفات الفساد في السنوات الأخيرة، بما ساعد على استعادة أموال منهوبة وإحالة مطلوبين إلى القضاء. وإلى هنا ينتهي خبرنا إلى هذا اليوم. أشكر كل شخص تابعني إلى هذه اللحظة. دمتم في أمان الله وحفظه.